والله العظيم الظلم في أبشع صوره. قرار إعدام الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية عمالة تتفرج. معلش مع احترامي يعني، انتوا بتدينوا بس بتطلعوا شعارات وتعملوا إدانات وخلاص، والدول العربية نايمة وشاطرين. بس إيران يا عم، إيران هي اللي بتضرب لك في العدو اللي عمال يقتل في العزل. يا عم خلي إيران بنت 60 في 70 يا عم، بس بتضرب لك في العدو بتاعك. هو انتوا مش شايفينهم هم بياخدوا كاسين بيرة في صحة القرار؟ مش شايفينهم فرحانين ازاي وبيحضنوا بعض ازاي؟ انتوا ازاي يا جماعه بتتعاملوا مع الناس دي ان هم بني ادمين؟ علشان الناس الساذجه اللي عماله تقول لك ايران 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 ما مش عارفه وضعها وصفاتها. يا عم وضعها زي ما وضعها، بس هي بتضرب لك في العدو بتاعك وعايزه تدمره. ايران وضعها زي ما وضعها، بس هي دلوقتي بتعمل ايه؟ ذنبهم ايه الاسرى؟ ما هي دي جريمه حرب. اسرى بتعدم اسرى، بتاخد قرار انك تعدم اسرى ازاي يعني؟ اسرى عملوا لك ايه يا عم؟ بيدافعوا عن ارضهم وحقهم وعايزين حقهم. والله ايران صح وكل اللي بيتواطأ غلط. وخلي بالكوا دمهم في رقبتكوا، اقسم بالله دم الناس دي في رقبتكوا. مفيش حاجه بتعدي على ربنا، والامر ما هيزداد الا سوء، وربنا هيورينا فيهم عجائب قدرته ان شاء الله. اصلها حاجه تزعل وتحزن. يعني اللي بيحاول ياخد الحق بيدينوه، وعادي كده سايبين المسجد الاقصى مقفول، وسايبين ياخدوا قرار اعدام الاسرى عادي، وسايبينهم يضربوا ويدمروا عادي. وايران اللي بتضربهم بقى بتيجوا تدينوها هي. حاجه تحرق الدم لما تلاقيهم بيضربوا كاسين وبياخدوا كاسين في صحه بعض علشان واخدين قرار اعدام اسرى عزل بيدافعوا عن ارضهم وحقهم بقالهم سنين. دي حاجه تحزن ولا لا؟ لكن دم الناس دي في رقبه كل مسؤول. ما الحكومة الفلسطينية تطلع وتجري وتطلب من الدول، تروح بكده وتعمل اجتماعات مع الدول. يعني اشتغل كحكومة كسياسة، وروح اعمل اجتماعات مع الدول، وروح اطلب الدعم، وروح اطلب التدخل، وروح اطلب اي حاجة. اشتغل اعمل اي حاجة. لكن تطلع لي بيانات وادانات وبتاع، هيعملوا دولت بيجي معاهم ادانات؟ الكلام ده دولت عايزين ياخدوا فوق دماغهم، مش عايزين ادانات ولا الكلام ده، ما بيهمهمش حاجة، مش فارق معاهم الكلام ده. والله احنا املنا في ربنا وفي ايران دلوقتي، لان ايران هي دلوقتي اللي متصدره المشهد. هي ايران دلوقتي اللي بتاخد معاهم حق. هي اللي بتوريهم، هم بيخافوا منها من الاخر يعني. هي ايران اللي مدياهم ومورياهم. املنا في ربنا وفي ايران. الباقي كله بتاع قاعات مقفوله، قاعات مغلقه وتكييفات وورق وميكروفونات وبتاع واشتغالات فاضيه. هو الوحيد اللي بيتكلم في حق الفلسطينيين من دوله تانية هو الرئيس السيسي. بس للاسف هيعمل ايه؟ ما في قوانين دوليه، بس هو ينطلب منه قال يا جماعه، قال للدول العربيه نعمل قوه عربيه مشتركه. ما حدش بيسمع كلامه. معلش اعذروني ان انا بتكلم كده، بس والله العظيم حاجه تحرق الدم وحاجه تحزن بصراحه. الفلوس والمليارات عماله تروح للعدو اللي بيعدم الاسرى العزل، الناس اللي بتطلب حقها وارضها. وفي الحق لا، رايحين يشتركوا مع امريكا، ضد المسلمين. انت واخد بالك؟ وفي الاخر يقول لك ايه؟ مصر فين؟ ومصر تدعمنا ومصر تقف جنبنا ويطلبوا. هو مصر هتعمل لكم ايه؟ ما مصر بتقول لكم تعالوا نشتغل سياسه وتعالوا نشتغل بجد ونشتغل قانوني. انتوا مش عايزين. انتوا رحتوا لامريكا وبتطلبوا حمايتها، وامريكا بتبيعكم وهتلبسكم في بعض في الاخر. والله هتلاقوا نفسكم زيكم زي فلسطين ان شاء الله. مسيركم تبقوا زي فلسطين ان شاء الله، وفي يوم من الايام ربنا هينصر فلسطين ان شاء الله. لا، كل شعوب العالم وشعوب العرب بالاخص، لا الملوك والحكام والرؤساء العرب، اعملوا حاجه علشان قرار اعدام الاسرى الفلسطينيين يتلغي. اللي مش على مله الاسلام مش عاجبهم، اللي مش عرب مش عاجبهم. اعملوا حاجه وبرئوا نفسكم، برئوا ذمتكم من الدم. هيكون عار عليكم، والتاريخ ما بينساش. لكل واحد برأ نفسك ان شاء الله. تكتب كلمتين على الفيسبوك، برأ ذمتك. هما الناس دول ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم وحقهم؟ الى كل فنان وكل مشهور اتكلم. اسرائيل بتعرفكم كويس على فكرة. لما كل واحد يتكلم هنقدر نعمل حاجة. ازاي عايزين يعدموا الاف الاسرى؟ ازاي وبدون وجه حق؟ سويسرا اللي مش من ضمن الاسلام ولا من ضمن العروبة اتكلمت وادانت القرار، وطلبت من اسرائيل منع هذا القرار فورا. وانت يا عربي لسه نايم؟ اصحى بقى من نومتك بقى، اصحى بدل ما انت ملطشة لناس لا بترحم، ولا بتحس. ما تقبلش على نفسك الظلم ولا تقبله على غيرك.
اعمل اي حاجة ان شاء الله، حتى لو كلمة على كلمة بتفرق. على الاقل حتى تبقى برأت ذمتك. لكل من له الصلاحية انه يقدم طلب للمحكمة الدولية من حكام ومن رؤساء ومن ملوك وغيره، يتفضل. المحكمة الدولية مفتوحة. فرنسا قفلت مجالها الجوي امام الطائرات المتجهة لاسرائيل. يا راجل، اللي مش على ملة الاسلام عندهم احساس وشعور، وانت كمسلم مش عارف تعمل حاجة؟ يا عم قوم من على صينية الفتة بتاعتك بقى. ان شاء الله النصر من عند الله بإذن الله. يعني ربنا بيسخر اللي مش مسلمين للمسلمين علشان يدافعوا عنهم، وبياخدوا إجراءات فعلية على أرض الواقع ضد الكيان المحتل، وانت بقى بتساعدهم. كل واحد عارف نفسه. ما تنساش تشارك الفيديو ده وتبرأ ذمتك ولو بكلمة.